أثارت المطربة العالمية جينيفر لوبيز جدلا كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل استثنائي أقيم يوم أمس بالمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، حيث شاركت بمجموعة من العروض الغنائية الراقصة بجانب عدد من نجوم الفن العربي والعالمي، منهم عمرو دياب ونانسي عجرم وكاميلا كابور وسيلين ديوم، وذلك ضمن فعاليات عرض الأزياء 1001 موسم الرياض للموسم الأزياء ولمصمم الأزياء العالمي إليسعب. وظهرت لوبيز في الفيديو المنتشر بملابس اعتبرها الكثير شبه عارية، إذ ارتدت أزياء مثيرة أثناء أدائها أغنيتها الشهيرة. وقد أثار هذا الإطلال صدمة لدى العديد من النشطاء السعوديين على مواقع الإنترنت، خاصة أن الحفل يعد أول ظهور لها على الأراضي المملكة. وانتقد ناشطون سعوديون ما وصفوه بالانتهاك لحرمة الأراضي المقدسة، معتبرين عن استيائهم من اختبار ملابس جريئة في بلد يشدد على المحافظة على قيم وتقاليد الدين. وازدادت الانتقادات حادة وسط مطالبات بتنظيم فعاليات ترعى خصوصية المجتمع السعودي وتجنب أثارة الجدل بهذه الصورة المقيتة. بينما يرى البعض مؤيدي الحفل أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الانفتاح الثقافي والفني الذي تسعى إليه المملكة في إطار رؤية 2030، طالبا آخرون بتشديد الرقابة على نوعية العروض المقدمة، خصوصا في ظل الرغبة في الحفاظ على الطابع المجتمع السعودي وقيمه الدينية الإسلامية.